يا بابا، يا ماما، أنا عايزة أتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة بس بتأثر فيا قوي. حاجة ما بتتكلفش بس بتفرق كتير. أنا بتكلم عن الكلمة. أيوة، الكلمة اللي بتقولوها لي وأنا مش دايما بفهمها بس دايما بحسها. لما بتقولولي شاطر بحس إني فرحان وببقى عايز أعمل أكتر، بس لما تقولولي غبي أنا ببطل أحاول وبحس إن مفيش فايدة. أنا طفل بس كل كلمة بتدخل جوه قلبي وبتقعد وبتفضل تطلعلي في دماغي كل شوية. أنا فاكر مرة كنت بلعب وكوباية وقعت مني وقلت أنا آسف، بس انتوا زعقتولي وقلتولي انت ما بتفهمش. الكلمة دي فضلت معايا لحد دلوقتي، وبقيت كل ما أعمل حاجة أسأل نفسي هو أنا فعلا ما بفهمش؟ أنا مش دايما بطلب هدية بس دايما بطلب كلمة طيبة، كلمة تقولولي فيها إحنا معاك، أنت كويس حتى لو غلطت، إحنا بنحبك من غير شروط. أنا بسمع كتير أنت مش زي أخوك، شوف ابن خالتك عامل إزاي، بس ليه؟ أنا مش هو، أنا ليا طريقتي وليا دنيتي، وأنا كمان ممكن أبقى ناجح بس محتاج حد يشجعني مش حد يقارني. أنا صغير بس قلبي حساس قوي، الكلمة ممكن تخليني أطير وممكن تخليني أعيط من غير ما حد ياخد باله. أنا بحاول أفرح بالكلام الحلو، بس ساعات الكلام الوحش بيكون أعلى وأكتر وبيفضل جوه دماغي حتى وأنا نايم. أنا لما بصحى الصبح مش ببقى مستني بس الفطار، أنا مستني أشوف وشكوا، هل هتقولولي صباح الخير يا بطل ولا قوم بسرعة يا كسلان؟ كل كلمة بتفرق حتى لو انتم مش واخدين بالكم. أنا عايزكم تفكروا قبل ما تتكلموا، لأن اللي بتقولوه ممكن يبني أو يهدني. أنا محتاج أسمع أنا فخور بيك، أنا شايفك، أنا واثق فيك. أنا محتاج أحس إن كلامكم جاي من حب مش من عصبية ولا من مقارنة ولا من تعب شغل. أنا مش بكرهكم، أنا بحبكم قوي، وعشان كده الكلام اللي بيجي بينكم بيوقع أكتر من أي حد تاني. أنا عايز أقول لكل أم وأب انتوا صوتكوا جوانا، وكل كلمة بتقولوها بتفضل موجودة. لو الكلمة حلوة هنكبر معاها وتخلينا نحب نفسنا، ولو الكلمة وحشة هنقعد ندور على نفسنا وممكن ما نلاقيش. ففي الحلقة الجاية هنتكلم عن المقارنة، عن ازاي ممكن كلمة بسيطة زي بوس الفلان تخلي طفل يكره نفسه ويفقد الثقة في كل حاجة بيعملها. أنا طفل بس قلبي بيسمع أكتر من ودني، بصوتكم هو اللي بيشكلني،